كيلو دقيق منخول ونضيف معانا نص معلقه سكر ومعلقه ملح صغيره. الميه بقى هتبقى حسب احتياج العجينه. انا معايا هحط كوبايتين، اما اشوف هتاخد ايه مننا وهقول لكم. احط الملح والسكر على الدقيق، احط الميه واعجن واشوف ايه اللي هتحتاجه مني ميه وهزود يعني. الله حاج وزير الحاج رايح جاي بجد. خدت شويه ميه كمان. انا كده خدت كوبايه كامله. هنبدا بقى. اخدت ربع كوبايه تانية. هكمل عجن بقى واقول لكم هتعوز ايه ميه بالظبط، هناخد قد ايه كميه. هكمل وارجع لكم. بصوا يا جماعه، العجينه خدت معايا كوبايتين الا ربع دقيق ميه، على حسب برضو الدقيق ما ياخد معاكي. هفضل بقى الت فيها كويس جدا والم فيها كويس عشان تبقى حلوه في لما ترتاح شويه تبقى حلوه وتساعدنا على الفرد كويس. اسيبها بقى ترتاح شويه نص ساعه كده وارجع افردها. هغطيها بقى عشان ترتاح شويه، واكون محضره معايا زبده على شويه زيت. عندي شويه وش لبن هحطهم، عندي سمنه بلدي. المهم اي اللي موجود عندي في البيت هحطه وخلاص عشان لما افرد به الفطيره بعد كده. لما ترتاح بقى العجينه هرجع لكم وافرد معاكم واوريها لكم. دلوقتي العجينه ارتاحت، هبتدي افردها. احطها على الرخامه وعليها وتحتها شويه دقيق وافردها. لما ترتاح كويس بتبقى ماشيه معايا كويس، ما تعذبكيش في الفرد يعني. شايفين عامله ازاي؟ خفيفه خالص معايا هي. ولسه هحط طبعا السمنه وافرد اكتر. لو المكان اوسع شويه هيبقى الفرد اسهل كمان. هكمل فردي فيها وبعد كده هنحط السمنه والزبده وهوريكم. مش مشكله الخرام دي كلها، مش مشكله عندي، هتروح كل ده هنروح بعدين. عايزاها تبقى رقيقه خالص عشان تبقى مورقه وحلوه، ما يبقاش فيها اي حته تخينه ولا حاجه. نقلنا على السفرة علشان الرخامة ضيقة على الفرد. طلبنا مساعدة ماما طبعا. ايوه عشان تظبط العجينة تبقى خفيفة خالص زي الشاش كده، عشان تبقى مورقة وحلوة كده. ورايا واحدة بتغني. حطي بقى السمنه والزبده او الزبده والزيت او اللي موجود عندك المتاح عندك اعمليه، عشان ما يبقاش ما عنديش حاجه وابقى عايزه نفسي اعمل فطيره ومحتاره. لا، وش لبن حطي مع شويه سمنه، مع حته سمنه بلدي ماشي، حته زبده ماشي. الموجود هعمله، المتاح عندي هعمله.
بارده خالص اهيت وخفيفه خالص اهي. شايفين الارض من فطيره. الخروم دي مش مشكله خالص عندي، كل ده هيروح مش هيبان. بلم بقى كل حته واحط السمنه على الوش والم الناحيه التانية. ماما يلا عشان نمسك. الحته اللي بلمها بفرد على طول مكان السمنه على طول عشان يطلع مورق، يطلع خفيف. عايزه بقى تحشيه، ممكن تحشيه جبنه موتزاريلا وتحشيه زيتون، ممكن تحشيه ميكس جبن، ممكن تحشيه لحمه، اللي انت عاوزاه. بس انا بحب الساده عشان طبعا يتاكل بالجبنه القديمه والعسل الاسود، ده تراث ده. بس الحشو ممكن تعمليه للاطفال، بيحبوا المحشي ده. هعمل لكم مره الفطير بطريقه غير دي كمان، سهله خالص برضو، اسهل من دي طريقه ماما، يعني دي طريقه ماما القديمه. خلاص هلم العجينه بقى هسيبها ترتاح في صينيه، وارجع ما ترتاح شويه هفردها وادخلها الفرن. العجينه ارتاحت اهيت معايا، ومعايا صينيه حطيت فيها معلقه زيت عشان تمشي بس معايا وانا بفردها. انا سايباها ترتاح بقالها شويه، هفردها بقى وادخلها الفرن. اخد الزيت على ايدي بس عشان يريح معايا في الفرد بس. بس هدخلها الفرن بقى، اظبطها كده وادخلها الفرن وارجع اوريها لكم لما تخرج، وان شاء الله تعجبكم. طلعت الفطير بعد ما استوى اهوت من الفرن، وشوفوا بقى التوريقه بتاعته. بس انا احط بقى فوطه مبلوله عليه وتغطيه شويه عشان يفضل طري. شوفوا بقى خفيف ازاي من جوه، شفاف خالص اهو. يلا حاولوا تجربوه ان شاء الله ويعجبكم. يلا اشوفكم بخير.